السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. نحن جئنا لحضور هذا المؤتمر ممثلين لإخواننا المسلمين في إندونيسيا، وأنتم تعلمون إندونيسيا أكبر دولة مسلمة في العالم، وعدد المسلمين 230 مليون. لو تبول كل واحد منهم ويسيل بولهم إلى الصين لانغرق الصين. أرجو أن تقوم إخواننا المسلمون من إندونيسيا، أرجو أن تقوموا لكي يرى إخوانكم. في الحقيقة هؤلاء الجاليات يمثل العلماء في مجلس العلماء المحلي، وكذلك أيضا منهم سياسيون وزعماء خطباء في المجالس وفي المساجد. أيها الإخوة، عندما رأينا وشاهدنا الأفلام جرحت قلوبنا، وهؤلاء مثلنا مسلمون عابدون لله، ولكن ينبغي أن أنبه عليكم بأن ما أصابهم في الحقيقة أصابنا في دورتين مذبحتين. سنة 48 مذبحة قام بها الشيوعيون الإندونيسيون بتأييد من الحزب الشيوعي في الصين. قام عدد كثير من العلماء ورؤساء المعاهد الإسلامية لا يحصى، مئات. ثم الثورة الثانية في سنة 65 6 جنرالات ذبحوا بأيدي حزب شيوعي بتأييد من الحزب الشيوعي الصيني. وبالتالي عندما رأينا وشاهدنا تذكرنا إلى تاريخنا. مضت مذبحات قام بها الشيوعيون حتى ولو كانوا من أبناء البلد، لكنهم توحدهم العقيدة الواحدة وهي الشيوعية. أيها الإخوة، في الحقيقة لا نريد أن نكرر ما تكلم به إخواننا وأساتذتنا من جميع الأطراف وذكروا الأحاديث والآيات، ولكن أريد أن أنبه الحديث الذي سبق إلينا الأخ الشيخ من الكويت، وهو حديث ثوبان، هذا الذي ذكرني دائما كما قال ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. وفي رواية في سنن أبي داود: من كل أفق. لاحظوا هذه الزيادة في الرواية، من كل أفق، وطبقوا على واقع المسلمين اليوم. المسلمون مذبوحون من كل أفق. من ذبح المسلمين في فلسطين؟ من ذبح المسلمين في المغرب العربي اللي هو لا أقصد، نعم، في سوريا وفي أوروبا الشرقية، بوسنا والهرسك. ومن ذبح المسلمون في هند، ومن ذبح المسلمين في بورما، ومن ذبح المسلمين في تركستان الشرقية. إذن فعلا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال في إحدى رواية: من كل أفق. أيها الإخوة المسلمون، في الحقيقة أكرر مرة أخرى، لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن ربما لا تعلمون بأن للصين مشروعا ضخما تستولي العالم كله، وهو مشروع OBOR. لو تعلمون عنه فالحمد لله، ونحن نستعد في ذلك. ما معنى OBOR؟ One Belt One Road. فهؤلاء سوف يستولون على العالم كله، ويأتون إلى كل بلد بقروض، فكأنهم قاتل متبسم. يأتون في كل بلد الفقير
ويؤتون بالقروض، وفي ذهنهم يعلمون أن تلك البلدان وتلك الأوطان لا يمكن أن يردوا تلك القروض مليارات من الدولارات، وبالتالي يأخذون كثيرا من أموالهم مثل ما فعل في كثير من البلدان، ونحن أيضا نعاني من هذا الخطر القادم والعياذ بالله. وبالتالي قضية تركستان الشرقية ليست قضية محلية ولكن قضية إسلامية. وفي آخر المطاف نريد أن نذكركم أيضا هذا اليوم ما وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من إجابة الدعوة. يوم الجمعة اجتمعنا نحن من كافة البلد، من كافة الدول الإسلامية اجتمعنا، والحاضرون بإذن الله علماء مخلصون، فإذا رفعوا أيديهم إلى السماء والله تعالى يستجيب لدعائهم. أذكركم آخر ساعة من يوم الجمعة ندعو الله أن ينصر إخواننا شعب تركستان الشرقية ويناصرهم ضد عدوهم الصين. وأقول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.